السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض أسرع وألذ بسكوت ممكن تعمليه. بيتحضر بالظبط في 10 دقايق وأقل كمان، وبيدخل الفرن يعني من 25 دقيقة ل35 دقيقة، مش أكتر من كده. وبيبقى معاكي بسكوت لذيذ قوي للشاي. نبدأ بسم الله الطريقة. معانا بيضاية واحدة بدرجة حرارة المطبخ، عليها نص كوباية سكر ناعم اللي هو السكر العادي، مش سكر بودر، سكر عادي. نص كوباية زيت نباتي، رشة فانيليا بودر أو نص معلقة لو في عندك فانيليا سايلة. ونقلب المكونات دي مع بعض كويس جدا. ولازم الخطوة دي مهمة قوي ان احنا نقلب السكر بالزيت بالبيض. نتأكد ان السكر داب معايا خالص، يعني بنقلبه حوالي 5 دقايق. ودي خطوة مهمة عشان البسكوت ما ينشفش معاكي، لغاية ما نحصل على اللون الفاتح ده ونحس ان خلاص السكر داب معانا. بعد كده بنضيف الدقيق. وعلى فكرة الدقيق انا مش بحدد كمية معينة، لان كل نوع دقيق بيفرق عن النوع التاني. يعني هنا انا ضفت كوباية، ممكن العجينة تظبط معايا وممكن مع غيري ما تظبطش بكوباية. فانا ضفت بداية كده كوباية دقيق، وهقلب الاقيها مثلا طرية شوية. هزود دقيق لغاية ما العجينة تظبط معايا واحسها مش ملزقة في ايدي كده. هنا انا عجنت بايدي، كملت بايدي، ما بتاخدش وقت في العجن خالص. يا دوبك بس احس ان العجينة خلاص يعني مش بتلزق. ضفت برضو شوية دقيق، عشان كده بقولك الدقيق ملوش كمية معينة، بتبدأي بكوباية وتضيفي حسب احتياج العجينة معاكي. هنا خد معايا بالظبط كوباية لا كوبايتين الا ربع دقيق. العجينة كده تمام مظبوطة جدا. وعجينة السكر او عجينة البسكوت بتبقى من اسهل العجائن. شايفين بتتشكل بكل سهولة ازاي. هنا انا هقسم العجينة جزئين. هتشكلي بقى بأي بالنكهات اللي انت عايزاها. انا هسيب نصها سادة كده، والنص التاني احط عليه معلقة كاكاو ومعلقة لبن عشان الكاكاو ما ينشفش العجينة. ممكن على فكرة تضيفي برتقان بشر برتقان او بشر ليمون، وممكن قرفة، في كذا نكهة ممكن تشكلي بيها البسكوت. بقى معايا كده جزئين، جزء بالكاكاو وجزء سادة. هنبدأ نشكله. طبعا ده صاج انا حاطه فيه ورق زبدة، ما عندكيش ورق زبدة ممكن تدهنيه زيت او سمنة بسيط كده، هيديكي نفس النتيجة. هنحاول نعمل بقى كور متساوية الى حد ما، هي حتى مش متساوية معايا قوي، يعني هتبقى مش كبيرة قوي بالشكل ده. عملنا الجزء الفاتح. بنفس الطريقة هنشكل جزء الشوكولاتة. العجينة ما شاء الله يعني مش واخدة وقت خالص، ولا شققت معايا، وناعمة وحلوة جدا. دلوقتي بقى مش هنسيبها كده، هنعمل هنشكلها او هنديها شكل. عندك طريقتين، عندك شوكة وعندك غطا ازازة. انا بقول لكم على ابسط الطرق. بالشوكة هنعمل بالشكل ده، ضغطة بسيطة مش للاخر طبعا. يعني الشوكة ده اقتراح اول. الاقتراح التاني بقى بأي غطا ازازة، وهتعمليها بالشكل ده مع ضغطة خفيفة، يعني حوالي 4 5 مرات كده. برضو ده شكل تاني. يعني البسكوت بسيط في كل حاجة، في طريقة العجينة بتاعته وفي تشكيله وفي نقشه بالشكل ده. انا حبيت اوريكم الطريقتين
وانت اختاري اي واحدة فيهم، يعني مفيش حاجة تقف معاكي. كده خلصنا الكمية كلها الشوكولاتة والسادة. انا طبعا مولعة الفرن قبليها تقريبا ب5 دقايق. خلصنا تشكيل العجينة وهندخلها على الفرن. خدت معايا بالظبط 25 دقيقة في الرف الوسطاني. وهنا طلعتها من الفرن. وخلي بالك بقى جدا انك ما تحاوليش تطلعي البسكوت من الصاج وهو سخن، هيتفتفت معاكي وهيتكسر. انا وهو لسه مطلعاه من الفرن حاولت اطلع دي، اتكسرت معايا واتفتفتت بالشكل ده. لازم نسيبه يهدى شوية، يعني 5 دقايق كده، وهيطلع معاكي بكل سهولة. انا سيبته هدي شوية. الفرق بقى دلوقتي خلاص بيطلع من الصاج وورق الزبدة بكل سهولة. لازم تسيبيه يهدى شوية. انت اكيد يعني مش هتاكليه سخن، فسيبيه يرتاح براحته كده، وبعدين طلعي البسكوت ورصيه زي ما انت عايزة. هنا بقى نقلناها في طبق التقديم كده بكل سهولة، وطالع بسم الله ما شاء الله. يعني مش ناعم لدرجة انك مجرد ما تمسكيها تتفتفت في ايدك. لا، قوامه حلو مظبوط. هيبقى حلو اكتر طبعا مع كوباية شاي سادة او شاي بلبن الصبح كده. لو جربتيه حقيقي لازم هتعمليه يعني يمكن 2-3 في الاسبوع من سهولته وجماله. اتمنى تكون الوصفة عجبتكم، وما تنسيش بقى اللايك، وما تنسيش لو انتي مش مشتركة في القناة تشتركي في القناة وتتابعيني عشان توصلك اي وصفة جديدة.